الاهلي خلاص المفروض انه هيدخل مرحله الجد. يعني ايه الجد؟ هو الاول كان هزار؟ لا مش هزار، يعني الدنيا كانت ماشي، الامور مفتوحه في ايه يعني. مسؤولين في النادي الاهلي بيطلعوا في الاعلام وبيتكلموا، والمرحله وشركه الكوره والتعاقدات والكلام ده كله. الفتره الجايه هيبقى خلاص في تعليمات من الكابتن محمد رمضان. قصه بقى خلاص، تركيز شديد جدا للفتره اللي جايه. كابتن محمد رمضان وخصوصا اللعيبه، اخطر اللعيبه بالاتي: ممنوع منعا باتا التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا، ممنوع نهائي. وقال واكد للعيبه ان عدم الالتزام هيؤدي الى عقوبات قاسيه جدا على اي واحد هيتجاوز. يعني امبارح مثلا احد اللعيبه نزل صورته مثلا مع زوجته مش عارف ايه، ده حصل امبارح يعني على فكره، مش بتكلم كلام مثلا يعني، لا ده حصل امبارح. قال لك بقى خلاص ستوب، خلصنا بقى من القصه دي، نقفل بقى خلاص. اهلي عنده مباراه وديه يوم الجمعه مع حرس الحدود. آه ويبدا بقى زي ما بقول لكم هيبقى فيها بعد كده معسكر مغلق، هيبقى في معسكر مغلق بعد كده قبل السفر اللي هو يوم 17 لابو ظبي. الاهلي مازال شغال على المهاجم الاجنبي، وبنسبة كبيرة جدا قبل يوم 17 أكتوبر الأهلي هيعلن عن اسم المهاجم الأجنبي. قبل يوم 17 أكتوبر هيبقى في إعلان عن اسم المهاجم الأجنبي، وربما كمان صفقة محلية، هيعلن عنهم النادي الأهلي قبل يوم 17، قبل السفر.